40% من الرجالة بتعاني من ضعف انتصاب. النسبة ممكن توصل لحد 85% من الرجالة المصابة بداء السكر. المشكلة الكبيرة إن ضعف الانتصاب بيظهر 4 ل 5 سنين قبل تشخيص مرض السكر. في بعض الذكور مستوى هرمون التستوستيرون بتاعهم في المستوى الطبيعي، لكن هم بيعانوا من ضعف انتصاب، في حين البعض الآخر بيكون مستوى التستوستيرون أقل من المعدل الطبيعي بس مش بيشتكوا من أي حاجة. طب إزاي؟ النهاردة هنتكلم بشكل أساسي عن ضعف الانتصاب. الجزء الأخير من الفيديو أنا متأكدة إن أغلب اللي بيسمعوني ما يعرفوش عنه حاجة. يلا بينا نعرف الحكاية. صباح الخير أو مساء الخير أو يوم جميل عليكم في أي مكان وفي أي زمان أنتوا بتسمعوني منه فيه. أنا دكتورة سليم. لازم نعرف ان العامل الاساسي في الانتصاب مش هو هرمون التستوستيرون، مش هو هرمون الذكوره، ولكن هي ماده تانية اسمها النيتريك اوكسيد. النيتريك اوكسيد هي موجوده في كل اجزاء جسم الانسان وتقوم بوظائف مختلفه، يعني مش بس موجوده في العضو الذكري. طيب لما بيحصل دلوقتي استثارة جنسية سواء مثلا ذهنية أو جسدية أو حتى بصرية، المخ بيبتدي يرسل إشارات عصبية للعضو الذكري. الإشارات العصبية بتوصل لمجموعة من الخلايا اللي موجودة في العضو الذكري، احنا بنسميها الأجسام الكهفية، دي اللي مسؤولة عن امتلاء الدم والانتصاب. طيب الإشارات العصبية دي بتعمل إيه؟ هي بتحفز بطانة الأوعية الدموية اللي احنا بنسميها الإندوثيليوم، وبتحفز برضو السموث ماسلز أو العضلات الملساء اللي موجودة في جدار الأوعية الدموية، بحيث إن الاتنين دول البطانة والعضلات الملساء يفرزوا حاجة اسمها النيتريك أوكسيد اللي احنا اتكلمنا عليها. بدون الدخول في تفاصيل، النيتريك أوكسيد ده بيدخل في سلسلة من العمليات الحيوية عشان في الآخر يوصلنا لمادة اسمها السايكليك جي ام بي. السايكليك جي ام بي دي بتخرج وبترجع مرة تانية لجدار الأوعية الدموية، تعمل له نوع من أنواع الارتخاء، فيتم توسيع الأوعية الدموية فينضخ فيها الدم بكثافة عالية جدا، فيحصل انتفاخ للعضو الذكري ويحصل الانتصاب الكامل. دي ببساطة الميكانيزم بتاع الانتصاب. أي مشكلة أو ديفكت حصلت في السلسلة اللي أنا قلت عليها دي بتؤدي لضعف الانتصاب. يعني مثلا تلف في الأعصاب، يعني الإشارات العصبية مش عارفة توصل للعضو الذكري. تلف في الأوعية الدموية، يعني الأوعية الدموية مش عارفة تتوسع، مش عارفة ترتخي فتتوسع، فالدم مش عارف ينضخ بالطريقة الطبيعية. أو إنتاج النيتريك أوكسيد اللي المفروض ينتج أقل من الطبيعي، ده برضو بيؤدي، كلهم بيؤدوا لنتيجة واحدة وهي ضعف الانتصاب. عشان كده احنا لازم نركز على نقطة في الميكانيزم اللي احنا قلنا عليه عشان نتأكد ان العملية دي من الأول للآخر تمت بشكل سليم وبشكل صحيح وبطريقة سلسة عشان توصلنا للنتيجة اللي احنا عايزينها وهي الانتصاب الكامل. احنا دلوقتي نتكلم على أسباب ضعف الانتصاب، تلف الأعصاب وتلف الأوعية الدموية. الحقيقة في أمراض كتيرة وفي أسباب كتيرة بتؤدي لتلف الأعصاب وتلف الأوعية الدموية، لكن الأكثرها شيوعا هو مرض السكر. زي ما أنا قلت كده في بداية الفيديو، من 45 ل 85% من مرضى السكر للأسف عندهم ضعف انتصاب. طيب ليه؟ زيادة السكر في الدم لفترة طويلة ده بيؤدي لسلسلة من التفاعلات الكيميائية اللي توصلنا في الآخر لحاجة اسمها تصلب الشرايين. تصلب الشرايين معناها تلف في بطانة الأوعية الدموية وتلف في السموث ماسلز أو العضلات الملساء اللي موجودة في جدار الأوعية الدموية، ودي طبعا كارثة كبيرة لأن بتصلب الشرايين أو الأوعية الدموية ما بقاش ليها قدرة على إن الارتخاء أو التوسيع، فالدم ما بقاش يعرف ينضخ فيها بالكثافة المناسبة، فعشان كده بيحصل ضعف انتصاب. الحاجة التانية، زيادة السكر في الدم لفترات طويلة ده بيزود حاجة اسمها الفري راديكلز اللي هي الشوارد اللي أنا شرحتها قبل كده. للأسف الشديد ده بيوصلنا لالتهابات شديدة، فبيقلل قدرة كل من بطانة الأوعية الدموية والسموث ماسلز العضلات الملساء اللي موجودة في جدار الأوعية الدموية على إنتاج النيتريك أوكسيد، يحصل ضعف انتصاب. تحليل السكر التراكمي، وتحليل السكر التراكمي ده مختلف تماما عن تحليل السكر العادي. السكر العادي بيديني فكرة عن قياس السكر دلوقتي، يعني دلوقتي سكر حضرتك قد ايه في الدم، لكن السكر التراكمي ده بيديني فكرة عن مستوى سكر حضرتك خلال آخر 3 شهور.
زيادة مستوى السكر التراكمي في دم حضرتك ده مش بس سبب لضعف الانتصاب، لا ده كمان بيديني انذار مبكر ان حضرتك داخل على مرض تاني اللي هو مرض السكر اللي هو أسوأ من ضعف الانتصاب. في الحالة دي انا بلحق المريض بتاعي بسرعة، بحطه على نظام غذائي صارم جدا، وبساعده كمان بحاجة اسمها فيتامين بي كومبلكس او فيتامين بي 12 عشان احافظ على ما تبقى عنده من الاعصاب. الخلية العصبية للاسف لا يتم تعويضها، يعني اللي يتلف منها للاسف ما بتتجددش مره تانية، عشان كده لازم ياخد على طول فيتامين بي كومبلكس او فيتامين بي 12 حتى عشان اقدر احمي ما تبقى من الاعصاب. السكر يا جماعة هو العدو الصامت، هو مقبرة الجمال، مقبرة الرجولة، مقبرة كل حاجة كويسة في حياتك. هو بيقعد يدمرك خطوة بخطوة بدون ما انت تحس. انت عمال بتاكل وفرحان بالاكل اللي انت بتاكله، وانت جسمك حته بعد حته عمال يتدمر. من فضلكم يا جماعه حاولوا بقدر الامكان ان انتوا تقللوا استهلاككم من السكر او النشويات اللي بتتحول لسكر. طيب دلوقتي ندخل على النقطة الثانية اللي هو إنتاج مادة النيتريك أوكسيد. للأسف الشديد مع التقدم في العمر بيقل إنتاج مادة النيتريك أوكسيد بشكل طبيعي جدا، حتى إن في بعض الدراسات بتقول إن بعد سن ال40 النيتريك أوكسيد بيقل إنتاجه بنسبة 40%، ودي طبعا كمية هائلة جدا. الحاجة الثانية الاسترس. طبعا زي ما انا قلت قبل كده دايما الاسترس والسكر موجودين تقريبا معانا في كل الامراض. الاسترس بيزيد، هرمون الكورتيزول بيزيد، بيثبط انتاج النيتريك اوكسيد. مش بس الاسترس هو اللي بيزود هرمون عدم النوم مثلا، او النوم لفترات صغيره جدا 5 ساعات مثلا في اليوم او 4 ساعات في اليوم، ده غير كافي على الاطلاق. التدخين مثلا، تدخين السجاير او الشيشه او حاجه زي كده برضه بيزود هرمون الكورتيزول في الدم، ده بيعمل تثبيط لانتاج النيتريك اوكسيد، ده بيوصلنا في الاخر لضعف الانتصاب. طيب دلوقتي بقى هنتكلم في الكلام الجد. دلوقتي انا هتكلم على بروتوكول علاج ضعف الانتصاب. اللي فات ده حاجه واللي جاي ده حاجه تانية خالص. انا هتكلم بشكل عام الجماين، يعني هقول لكم هنستخدم ايه وهنعمل ايه وايه المكملات الغذائيه وكلام زي ده. بس بعد دقيقه او دقيقتين من دلوقتي انا هكتب لكم البروتوكول بالكامل، الصبح ناخد ايه والظهر ناخد ايه وبالليل قبل ما ننام نعمل ايه بالظبط. والبروتوكول ده لازم يتعمل لمده 8 اسابيع، مش اسبوع مش اسبوعين مش شهر، لازم شهرين، 8 أسابيع بعد إذنكم، بنسبة 100%. 100% أنا متأكدة كل اللي هينفذ البروتوكول ده زي ما هيتكتب كده هنا، كل اللي هينفذه هيحصل تحسن بشكل ملحوظ جدا. إذا ما كانش تحسن كامل فهيحصل تحسن بشكل ملحوظ جدا. يلا بينا. دلوقتي احنا اتكلمنا ان احنا عايزين نزود النيتريك اوكسيد او انتاج النيتريك اوكسيد الموجود في الجسم بتاعنا. طيب احنا ممكن نعمل شويه حاجات كده بسيطه. اول حاجه لازم نعمل اكسرسايز في اليوم، يعني تدريبات في اليوم او رياضه في اليوم لمده ساعه تقريبا خلال ال8 اسابيع دول. الرياضه بشكل لوحده كده بشكل طبيعي بيزود انتاج النيتريك اوكسيد في الجسم. ممكن تنزل مثلا تمد شويه، يعني مش لازم يكون ماشي بيبقى مد كده سريع شويه، او تروح الجيم مثلا تلعب كارديو او تشيل بعض الاوزان الخفيفه، ده كفايه جدا عشان يزود انتاج النيتريك اوكسيد في جسمك. الحاجه الثانيه النوم من 7 ل 8 ساعات في اليوم، لازم تكون متواصله، يعني مثلا ما يكونش 4 ساعات الصبح و4 ساعات بالليل، او 4 ساعات بعد كده افتح الموبايل اقعد اعمل شاتنج مثلا مع حد وبعد كده ارجع انام مره ثانيه، لا 8 ساعات بعد اذنكم او 7 ساعات متواصله. ده كده بيقلل هرمون الكورتيزول اللي احنا اتكلمنا عليه في الدم بتاعك. حاجه ثانيه نحاول بقدر الامكان ان احنا نقلل الاسترس بتاعنا اللي هو التوتر والعصبيه، يعني ما ناخدش الامور بشكل يعني بشكل شخصي شويه، نحاول ان احنا نكبر دماغنا. احنا دلوقتي بنحاول ان احنا نصلح الجسم وبنحاول ان احنا نعالج حاجه كبيره، وبقدر الامكان ان احنا نتجنب السجاير او نقلل من استهلاكنا للسجاير خلال الفتره اللي جايه. بعد كده المكملات الغذائيه اللي احنا ممكن نستخدمها، اول حاجه الاسيتول كارنيتين، يفضل المشتق اللي اسمه اسيتول لان هو ده سريع الامتصاص. احنا بنستخدم منه 2000 مللي جرام او 2 جرام في اليوم. الحاجه الثانيه الارجينين والسترولين، 6 جرام من هنا و6 جرام من هنا يوميا. الحاجه الثالثه البولفا او البودره بتاعه البيت او البنجر، ده برضو مهم جدا. انا مصره على
البودره بتاعه البنجر. يعني لو انت مش قادر خلاص ممكن ثمره او ثمرتين في اليوم اللي هو مثلا تعملهم سلطه او حاجه، بس انا افضل البودره بتاعه البنجر عشان انت ممكن تعمل عصير يوميا مركز، وده حاجه كويسه جدا، فيه كميه كبيره من النترات اللي بعد كده بتتحول لنيتريك اوكسيد في جسمك فيساعدك في ضعف الانتصاب. الحاجه الرابعه زنك، 30 مللي جرام في اليوم، ما يزيدش عن 30 مللي جرام في اليوم هيضرك. اوكي، يعني لو خدت اكتر من 30 هيضرك، بالتاكيد هيضرك. زيت كبد الحوت، زيت كبد الحوت بيحتوي على اوميجا 3، وبيحتوي كمان على فيتامين دي، وبيحتوي على فيتامين اي، كلهم عباره عن انتي اوكسيدنت هيساعدك جدا جدا جدا. زيت كبد الحوت عباره عن معلقه صغيره، معلقه او معلقتين صغيرين، اكتر من كده هتنضر. بعد كده مغنيسيوم 400 مللي جرام في اليوم. ولازم جرجير، احنا بنستهلك حوالي 100 جرام من الجرجير، اللي هي يعني كوبايه مليانه تقريبا بشكل مش مكثف قوي جرجير، او نص حزمه جرجير برضو. يعني انا حاولت ان انا اترجمها بالطريقه المصريه، نص حزمه جرجير ده يعتبر 100 جرام من الجرجير ده كده يوميا. يلا بقى بينا دلوقتي نعمل البروتوكول، الصبح نعمل ايه والظهر نعمل ايه وبالليل نعمل ايه. وزي ما هرجع اقول يا جماعه لمده 8 اسابيع، مش اقل من 8 اسابيع. انا دلوقتي هتكلم بقى بشكل دقيق جدا، انا هتكلم وهيبقى كل حاجه مكتوبه قدامكم. اول حاجه الصبح على معده فاضيه نعمل عصير من بودره البنجر، يعني 2 جرام نحطهم على شويه ميه، كوبايه ميه، ده كده عصير البنجر. معاهم الارجينين والسترولين 3 جرام و3 جرام كده على معده فاضيه. تستنى نص ساعة لساعة إلا ربع، بعد كده تفطر. بعد الفطار تفطر طبعا أي حاجة أنت عايزها، تاخد قرص من الأسيتول كارنيتين أو ما يعادل 1 جرام من الأسيتول كارنيتين. بعد كده عند الغداء، بعد الغداء تاخد الجرعة الثانية من الأسيتول كارنيتين 1 جرام، معاه 30 مللي جرام من الزنك، ومعلقة صغيرة أو معلقتين صغيرين من زيت كبد الحوت. وهعيد مرة ثانية، الزنك او زيت كبد الحوت لو كترت منه او زودت التركيزات بتاعته كده هيضرك مش هيفيدك. بعد الغداء بتاعك ممكن تروح مثلا التدريبات بتاعتك او زي ما انت تحب. بعد كده بالليل بنص ساعه او ساعه الا ربع تعمل نفس العصير بتاع الصبح. عايز تعمل العصير بتاع الصبح انت حر، مش عايز ممكن ميه بس تحط فيهم 3 جرام من الارجينين و3 جرام من السترولين، الاثنين مع بعض. لو عايز تضيف عليهم شويه بنجر مفيش مشكله، يبقى كده الدنيا تمام. وتتعشى، تقعد طبعا نص ساعه او ساعه الا ربع علشان يتم امتصاصه، لان الارجينين والسترولين يفضل امتصاصهم على معده فاضيه، وهم الاثنين مع بعض بيزودوا انتاج النيتريك اوكسيد ب 60%. بعد كده تستنى نص ساعه او ساعه الا ربع، بعديها بعد العشاء تاخد 400 مللي جرام من المغنيسيوم وتنام. هو ده كده البروتوكول بتاعي. بالنسبه للجرجير تاخد 100 جرام من الجرجير زي ما احنا اتفقنا، عباره عن نص حزمه تقريبا، تدخلهم في اي حاجه، تعمل بيهم سندوتشات، تاكلهم كده زي ما هم زي ما تحب، بس المهم ما يدخلوش النار، يعني ما يتسلقوش ما يتشوش، يعني ما يدخلوش النار باي شكل، يتاخدوا كده فريش كده زي ما هم. بعد كده لازم نركز في اكلنا على الاسماك، البقدونس، البطيخ، او المكسرات. في دلوقتي حد هيعمل البروتوكول اشتغل جدا، يعني هيلتزم بكل تفاصيل البروتوكول لمده 8 اسابيع، بس مش هيلاقي نتيجه ملحوظه، مش هيلاقي تحسن ملحوظ. طيب ايه هو السبب؟ انا هقول لكم على ملحوظه مهمه جدا دايما الناس بتنساها، دايما حتى الدكاتره في بعض الاوقات بينسوها ان هم يقولوها للمرضى. انا هوضح كده حاجه صغيره وبعد كده احنا هنفهم انا قصدي ايه. دلوقتي حضرتك اكلت بنجر واكلت جرجير وكل حاجه وتم الامتصاص والدنيا تمام، وبقى في نترات في الدم بتاع حضرتك. انا مش عايزه نترات في الدم، انا عايزه نيتريك اوكسيد. طيب ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ اللي بيحصل اللي بيتم افراز النترات دي مره اخرى في اللعاب في الفم على هيئه نترات. البكتيريا النافعه بتحول النترات لنتريت. البكتيريا النافعه اللي موجوده في فم حضرتك بشكل طبيعي بتحولها لحاجه اسمها نتريت. بعد البلع النتريت بيدخل المعده بيتحول لحاجه اسمها نيتريك اوكسيد، هو ده اللي احنا بندور عليه. بعد كده يتم امتصاصه والاستفاده منه. طيب في حاله موت او قتل البكتيريا النافعه اللي موجوده في الفم، زي ما حضرتك اكلت
البنجر والجرجير والمكملات الغذائيه ما عملتش اي حاجه، زي ما دخلت زي ما خرجت، ما عملتش اي حاجه، يبقى تاثيرها محدود جدا وضعيف جدا. ليه؟ لان كل النترات مش عارفه تتحول لنتريت، مش عارفه تتحول لنيتريك اسيد. طب مين اللي بيقتل البكتيريا النافعه اللي موجوده في الفم؟ حاجتين اساسيتين. الحاجه الاولانيه مطهرات الفم. انا مش بتكلم دلوقتي على المعجون الاسنان او حاجه، لا ده حاجه كويسه جدا، انا بتكلم على مطهر الفم، زي مثلا الاستغين بيقتلوا البكتيريا النافعه في الفم. السجاير بالذات السجاير الصبح، حضرتك بتنظم، بتعمل كل البروتوكول اللي انا قلت عليه، وصحيت الصبح شربت لك سيجارتين 3 كده، البكتيريا النافعه بتاعتك ماتت كده، مش عارف الجسم يحول النترات لنتريت او لنيتريك اوكسيد، كده ما استفادش باي حاجه. كده البروتوكول اللي حضرتك عملته هتستفيد منه استفاده محدوده جدا جدا جدا. طبعا كمان السجاير بتعمل مشاكل كتيره قوي، يعني بتقلل النيتريك اوكسيد، ميكانيزمز كتيره خالص، مش بس البكتيريا النافعه بس، دي من ضمنها. فمن فضلكم خلال الشهرين دول اي مطهر للفم ممنوع تماما. معجون الاسنان لازم طبعا كل يوم، لكن انا بتكلم على مطهرات الفم ممنوعه تماما، والسجاير على الاقل ممنوعه تماما الصبح. انا دكتوره سيلين، دكتوره معتمده في المانيا. اذا كان محتوى القناه عجبكم يا ريت تدوسوا لايك وسبسكرايب وتشيروها مع اصحابكم، واذا كان عندكم اي استفسارات او اسئله يا ريت تكتبوها لي في الكومنتات، وانا هحاول ان انا اقراها كلها واجاوب عليها. باي باي.